صباح الخير بنات. نبديها بالصلاة على النبي، ما راح أطيل عليكم بالموضوع بالمقدمات، أدخل لكم رأسة بالموضوع. طبعا احنا جاي نكمل خيرة الوداع وخيرة الطشا وخيرة فاطمة الزهراء، وإن شاء الله إذا صعدت قناتي وصار بمقدوري بث مباشر طبعا إن شاء الله يصير الذبح لكم مباشرة وأسرع لي وأحسن لكم أنتم بعد. نبديها بالصلاة على النبي. اللهم صل على محمد وآل محمد. رح ناخذ طبعا اسم وصلنا له اللي اختاريت بين الأسماء. طبعا اسم ريتاج بنت عزيزة، تريد تعرف عن قسمتها، ووافية بنت عبيدة عن الزواج طبعا من إبراهيم، وهو قالت بغير دولة. نبديها بالصلاة على النبي ورح نشوف طشتك يا ريتاج. هاي طشتك يا ريتاج. اللهم صل على محمد وآل محمد. طشتك حلوة طبعا، تفاؤل وإن شاء الله كلها طاقات سلبية مو إيجابية مو سلبية عفوا. كلش حلوة طشتك. طبعا عندك أحلام كثيرة وعندك طموحات تريدين توصليلها، وإن شاء الله توصليلها عن قريب. عندك حلم تريدين تحققينه، طبعا أحلام مو حلم، بس الحلم المركزة عليه هي طبعا عن القسمة. والقسمة عندك اختيارين حبيبتي يا ريتاج. عندك قدامك قسمتين. قسمة طبعا رح تكون باختيار الأهل، وقسمة يصير باختيارك، وانتي هذن الثنين رح تصيرين مخيرة بيهن، ليس إجباريا. يعني انتي تختارين طريقك، انتي تختارين مشوار حياتك. طبعا القسمة راح تكون بهاي السنة إن شاء الله، أما نهايتها أو قريب، بس بهاي السنة أكو خطبة عندك. والشخص اللي تريدين تختاريه راح يكون يعني باختيارك انتي، باختيارك، وإن شاء الله تكون قسمة زينة، ما بيها تعب ما بيها أي شيء. طبعا انتي عندك أهداف تريدين توصلينها، ركزي عليها وحطي بالك زين يعني، وإن شاء الله راح توصلين. طبعا حسد عندكم بالبيت، طبعا مو خاص بس عليك، هو على البيت أكو حسد مخلي شوية حساسية، يعني مشاكل أو خلافات بسيطة تصير على أدنى شيء، وهذا كله بسبب الحسد والنفس. وطبعا دائما تكون الحسد والنفس تجي من أقرب الناس إليك، من الأشخاص المقربين. فقل للوالدة تجيب بخور وتبخر البيت بليلة الجمعة، طبعا صباحا مو بالوقت الغروب، الصبح إن شاء الله تجيب بخور الجاوي وبخور عندك الشيب وشوية الملح والحرمل. الحرمل أهم شيء، لأن هو أساس لطرد الجن ولطرد الأعمال ولطرد الحسد بالدرجة الأولى. وطبعا الحرمل أكو ناس تشربه لعلاج الكثير من الأمراض. هسه احنا ما نحن ندخل بهذا الموضوع. انتي ردتي عن مود القسمة، فالقسمة اللي طلعت لك اياها شخصين طبعا راح تتخيرين بيناتهم. الشخص الأول اللي راح يتقدم لك يكون من الأهل، وطبعا راح يصير بيه رفض من قبلك وتردد، يعني ما راح توافقين، احتمال لكون مو ذات الشخصية اللي انت تعجبك. انت راح تختارين انسان قريب، انسان ما يعود لك، يعني ما لك صلة بيه، مجرد صداقة او معرفة نقال او معرفة يعني جار، الله العالم. لحد الآن انت ما عارفة مصيرك وين، ما عارفة قرارك وين، ما مستقرة، ما عارفة منو الشخص اللي راح تكونين وياه أسرة، اللي راح تستقرين وياه. طبعا الشخص اللي راح يكون صاحب النصيب إنسان بعمرك، محب ورضا بين الطرفين. هاي خيرتك يا ريتاج، أكون إن شاء الله وفيت وجزيت وياك. نجي على الشخص الثاني. وحدة عندك وافية بنت عبيدة، اللي تريد تعرف عن إبراهيم اللي بغير دولة. وافية من اسمك انتي وافية، سمعي طشتك اللي حاخذها.
وافية انتي حبيبتي امورك قدامك عثرات، يعني طلعت ما قلت اياها الطشة مو حلوة، لا ماضية مفتوحة يعني تبشر بالخير، بس شنو عندك صعوبات. شايفة المحار السوداء اللي بالوسط الكبيرة؟ طبعا هذه سميها احنا السدة. احيانا تكون السدة نقدر نشيلها واحيانا يكون ما نقدر نشيلها. طبعا حب موجود واتفاق موجود وحب طرفين وقوي، ما اقولك اياه ضعيف، واستمرارية وتدوم لهواي. بس شغلة الزواج قلت لك هاي اكو مانع بينك وبينه، اكو ظروف راح تمنع تجبر بان هذا الشخص مثلا ما يتقدم او ما يجي. حسب هذه الظروف هي اللي تعتمد عليها حياتك. ان الظروف تحسنت وهذا وكل المصاعب انشالت والعثرة هاي اللي بينكم تزاح ان شاء الله تكون يعني قسمة 100%. إذا ما قدرت تشيلوها، إذا ما قدر يزيح هذه، لا راح يصير صعوبة وتظلون حاليا كما أنتم مجرد علاقة ومجرد كلمات. المستقبل طبعا أنت عندك قدامك أحلام توصلين، سفر، يعني تحبين تسافرين، تحبين تبنين أسرة، تحبين تكونين متطلعة أكثر، تطلعين من الحوز اللي يعني تطلعين من الدائرة اللي انت بيها، لأن انت تحسين نفسك مقيدة، تحسين بنفسك ما ماخذة الحرية الكافية بسبب الأوضاع، بسبب الأوضاع اللي بالبيت، يعني عندك الأسرة. ان شاء الله كل هاي تتخلصين من عنده، بس حاولي انت تركزين، حاولي انت تشوفين مستقبلك وعلى اساس الحياة الواقعية تبنيها، مو على اساس الاحلام، لان احتمال الاحلام اذا بنيتي حياتك عليها تتهدم وتؤدي الى الفشل وتؤدي الى الانهيار العصبي وتؤدي الى امراض وتؤدي الى اخره. فحاولي حبيبتي تشوفي لك مرسى وتثبتين حياتك وشوفيها شلون راح تمشي، وهذا كله يعتمد عليك. تركي الأحلام وعيشي أرض الواقع وشوفيها، لأن أنت الولد اللي تردينه قدام صعوبات هواي هواي، يعني هاي الصعوبات احتمال تطول. ما أقولك ماكو أمل بالزواج، أكو أمل بس ضعيف، لأن تعتمد على هاي الأمور اللي متوقفة عليها. ولك جزيل الشكر والاحترام، تابعي خيرتك وإن شاء الله تكون وفيت وياك ومع حلقة جديدة وبنات إن شاء الله غيرهن. وعذرني لأما جاي ألحق كل ما أقدر آخذ لكم، بس أتمنى ما تلغون الاشتراك، وأتمنى تجيبون صديقاتكم، وإن شاء الله للكل آخذ لهم الطشة حسب رغبتهم، يعني اللي كثير من عندهم يردون طشة وإن شاء الله آخذها لهم بالتدريج. اللي أكثريتها طالبة واللي أكثريتها جاي تفاعل أنا آخذ لهم. ومع السلامة.